السلام عليكم ورحمة الله. أخواتي الغزالات ديالي، كيف عاملين؟ بخير؟ مزيانين إن شاء الله الرحمن الرحيم، تكونوا بخير وعلى خير. عشكم مبروك، الله يدخل عليكم الصحة والعافية. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش كنحضر بريوات ديال الفول السوداني أولا الكاوكاو أولا بيان، عندهم بزاف ديال الاسم. قبل ما نمشي نشوفوا المقادير باختصار أخواتي، ما تنساوش لايكنا الفيديو. الناس اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالي كنقول لهم هذه كوزينه عواطف، غادي تشوفوا واحد المربع الاحمر غتضغطوا عليه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال القناه. نشوفوا المقادير باذن الله اللي كنحتاجوهم. بالنسبه للمقادير نحتاجوا كيلو ديال الفول السوداني اولا بيان محمر في الفرن، 300 غرام ديال السكر سنيده، كاس ديال المزهر ماء الزهر، 3 معالق ديال الزبده مذوبين، وكنحتاجوا كذلك قليل من المسكه حره وقليل من القرفه. وفي الاخر كنحتاجو الورقه اللي غادي نلويو فيها بريوات. في الاول غادي نطحنوا الفول السوداني اولا البيان. انا سناس كنقول بيان، حنا في الشمال كنقولوا بيان، مشينا على البيان، ما كتبغيش كتجيني ديك الكلمه ديال كاوكاو كتجيني ثقيله، لهذا غنقول بيان. ما غادي تفهموها، يعني انا كنقول كاوكاو بيان، ولكن سناس ما كتجيني ثقيله بزاف. كيف ما كتشوفوا طحنت ديك بيان، ودابا غادي نفرغوا في القصعه اللي غادي نعجن فيها. كيف ما كتشوفوا طحنته مزيان ومن طحنته كامل. دابا غنطحن كذلك السكر. كيف ما كتشوفوا انا السكر كنطحنو، كان السكر سنيده كنطحنو. بغيتو تستعملوا السكر كلاصي كذلك يمكن لكم تستعملوا، اللي عنده الماكينه ما كطحنش يمكن تستعملوا. اللي ما عندوش ماكينه باش يطحن عاو كذلك بيان، يطحن غير في الماكينه اليدويه. غنضيف عليها ديك 3 معالق ديال الزبده ما عبرتهاش وهي مثلا بقى ما دوبتها، لا 3 معالق راه عبرتهم وهي دايبه الزبده. باش نشرح لكم باش يمشيو المقادير كلشي. الماء الزهر غنكب ديك الكاس حق ماشي كامل، وغادي نبدا نجمع باليدين ديالي. ديك الساعه لا باقي خصني غنضيفو. بالنسبه للمسكه حره عملت شويش مي كنت كنطحن بير، انا نسيت ما وريتوش في الفيديو كيف ماشي كنطحن وعملتهم، نسيت عاد تفكرت بالحق، انا قلتها يعني للتذكير. دابا غادي نجمع هاد بيان، غادي نجمعو مع بعضو ان شاء الله الرحمن الرحيم. واذا بقى خصني شويه المزهر غنزيدو. انا كنجمعو بالمزهر ما كنجمعوش بالزبده باش ملي نمشي نقليوه يبقاو خارجين الرغاوي ديال الزبده في الزيت، وراه ما عندك ديك الساعه ما بقاوش يظهروا لك ملي تكون كتقليهم. لهذا كنجمعو بماء الزهر. كيف ما كتشوفوا غادي نكورو مكويرات على حجم واحد، ومي غادي نسالي ديك الكويرات غادي نتلاقاو مره اخرى باش غنلويوهم. الورقه عملت لها كيف ما كتشوفوا، عملت لها الزيت عفوا الزبده. ما عملتلاش الزيت عفوا، غير سمحوا لي رانا غلط. عملت لها الزبده مذوبه دهنتها كامله استفتها فوق بعضها. وديك الساعه نيتك قطعتها على اشرطه طويله. انا خصني بالعبر اللي عتجيني به، اللي محتاجه فيه تجيني بريوه، يعني العبر اللي خصني كان طويله الجنب ديالها حتى ديك الجنب كيجي مزاون ملي كتقلب بريوه، وهذاك كيجي ظهر هذيك الحويشيه هايده مضير عليها من تحت كتجي مزاونه. كيف ما كتشوفوا كنلصقها انا بالطحين. هذاك راه الطحين عندي مخلط مع الماء. اذا ما كنتوش غادي تقليوهم غطيبوهم في الفرن ما حتاش يتلصقوهم، غير ملي تكونوا كتلويوهم توصلوا للحاشيه تحت دهنوا واحد شويه الزبده تكون عندكم مذوبه، دهنوا على ديك القاع وملي توصل تكي عليها ضغط عليها بيدك باش تلصق لك مع بعض الورقه. بالنسبه للورقه انا استعملت الورقه هذه ديال التشينا. كاينه هذه الورقه معدله بالطحين، وكاينه اخرى معدله بالروز. اخرى كتجي فنه. الناس اللي كيعيشوا هنا في اوروبا راه كيعرفوا الفرق بين ياخرى وياخرى. بالنسبه لنا اللي بغاو يستعملوا هذه او لا يستعملوا ياخرى، كيف ما كتشوفوا راه خصكم تغطيوها ببابي الفيلم باش ما دغيا كتيبس. هاد الورقه هذه يعني خطيره، بتجري كتيبس. لا خليتيها شويه عريانه كتجبرها يابسه. لهذا جبدوا غير المقدار اللي غادي تستعملوا تلويوه، والطبق اخر غطيوه. كيف ما كتشوفوا دائما كنعملوها كنخلي واحد الطريف وكنبداو نلوي نعملوا مثلث. راه كلشي تبارك الله كيعرف يلوي البريوات. بالنسبه للمبتدئات كتجيهم شويه ثقيله، كتفتح لهم طريقه سهله. لصقوها هيدا بالطحين وضغط عليها بيدك دائما بريوات كي عليها باش تعطيك يعني تجيك معوطه. وبالنسبه للزيت راه عندي سخون. انا كنت كنلوي في البريوات والزيت عندي النار منقوصه وسخان. مي سخان عملت يدي هيدا فوق مني، عرفت بان الحراره اللي خصني
صافي بديت نسيب ديك البريوات في الزيت يتقلاو. الزيت ما تعملوش بريوات يتقلاو في الزيت سخون والنار يعني مجهده، راه ما غيتشوطوا، غيجيوكم مشوطين، ما غادي تقلى لكم شي مزيان ديك الورقه، وما غاديش تقلاو، غتعملوهم في العسل غيجوزوا يومين اولا نهار، غتحسوا بديك الورقه رطبه. علاش قليتوهم في النار مجهده والزيت سخون تشوطوا؟ لهذا النار متوسطه معوطه، الزيت مي تجيو تسيبوا فيه بريوات ما يكونش سخون بزاف، يكون سخون معوط اللي بحال اللي كتشوفوا بحال اللي غنقليو هيدا. ان شاء الله يجيوكم مزيانين، وانا غادي نستمر دابا نقليهم، ومي غادي تقلاو باش نزولهم ونعسلوهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا دابا ساعه كنقلبوهم باش كنشوفوهم عندي كيتحرقوا لنا، عندي كيلصقوا. ما كنعملش انا الزيت بزاف، كنعمل الزيت اللي غادي يكفاني ويغطي البريوه باش كتجيني يعني كيجيوني بريوات يعني مزيانين. وبوطه بالنسبه للبوطه غطيتها كامله بابي دلومونيو باش ديك الزيت وديك الشيء يطيح تما، نجمع نسيب نكوز هيدا باش يجي هذاك ديال الكراسه. هاي انا مساليه. كيف ما كتشوفوا كنعملهم في بلاطو، عاد ديك الساعه كنعملهم في العسل، العسل بارد ماشي سخون، العسل كيكون عندي معدل ومحيد بارد، باش ماشي العسل سخون والبريوه سخونه راه غتولي دي ما تبقاش بريوه، غتولي قنبله. وانا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعمل يتعسلوا هادو، خليهم يتعسلوا، غادي نستمر على العمليه ديال القلي حتى نسالي كلشي ان شاء الله الرحمن الرحيم. وديك الساعه نيتك نمشيو للطبق نقدموه ان شاء الله بالصحه والعافيه. والعسل يكون العسل كافي، يعني بانيو معمر بالعسل باش البريوات يشربوا العسل مزيان. وهادو عندي عملت لهم الجنجلان ومستقطروها هما كيف ما كتشوفوا، استفتهم في بلاطو عادي. نعمل داكشي تقليدي، كيعجبني داكشي تقليدي ديالنا. ايوا تبارك الله عليكم وعشركم مبروكه، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى ما نتعطاش عليكم شي فيديو اخر. وما تنساوناش من اللايكات ديالكم ومن الدعم ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع اهلكم وحبابكم. كنقول لكم عشركم مبروكه، وتهلاو لي فراسكم، ومع السلامه.